من مجرد صحفية عادية لا يعرفها أحد إلا واحدة من كبريات الشخصيات في النظام السوري، أحكمت قبضتها على القصر وصارت الآمر الناهي. تجاوزت السيدة الأولى وسيطرت على مقاليد الأمور. إنها لونا الشبل، إعلامية الأسد المفضلة التي استطاعت في زمن قياسي أن تدير المشهد الإعلامي بأكمله في سوريا. بدأ نجمها يسطع مع انطلاق الأحداث في سوريا، استعان بها النظام لتكون مهندسة الآلة الإعلامية بالبلاد. انتشر اسم المستشارة الرسمية للرئيس بشكل بارز في الوسط السوري بعد المشاركات الرسمية في المحافل والدور الكبير الذي لعبته في الأعمال الاستشارية والإدارية الخاصة بالقصر الجمهوري، حتى أصبحت قوتها ودورها داخل القصر يفوق الوزراء أنفسهم. وبالرغم من دراستها لمجال الصحافة والعمل به، إلا أنها تحولت من مجرد مستشارة إعلامية إلى واحدة من صناع القرار السياسي. لقد مضى عليها وقت امتلكت فيه صكوك الموافقة الأخيرة على أي قرارات تخص الشأن العام. خرج نفوذها من دائرة وسائل الإعلام ليصل إلى الدوائر السيادية والأجهزة الحساسة في البلاد، وقد تسبب ذلك في خلافات خفية بينها وبين السيدة الأولى التي خططت للإطاحة بها بعد أن ذاع صيتها. بدأت الشبل عملها عام 2003 في أكبر شركة إخبارية بالعالم العربي بمجرد أن أنهت ماجستير الصحافة والإعلام. عملت لفترة وجيزة في إعلام النظام لتنتقل بعد ذلك إلى قناة الجزيرة قبل أن تستقيل منها إلى جانب 4 مذيعات أخريات منتصف 2010. شغلت منصب رئاسة مكتب الإعلام والتواصل في رئاسة الجمهورية، واقتصر دورها على تقديم الاستشارات والنصائح الإعلامية للنظام للتعامل مع الأحداث الطارئة في البلاد. لم تتوقف لونا عند هذا الحد، واستخدمت ذكائها لتصبح خلال فترة قصيرة سيدة صاحبة نفوذ في القصر الجمهوري، تتمتع بصلاحيات تتجاوز ما يملكه القطاع الإعلامي بأكمله. ارتبطت الشبل بالإعلامي الفرنسي اللبناني سامي كليب الذي كان مذيعا بقناة الجزيرة أيضا قبل أن ينتقل منها إلى الميادين. وبعد انفصالهما ارتبطت لونا برئيس اتحاد الطلبة في سوريا عمار ساعاتي بأمر من بشار الأسد شخصيا. انفصالها عن كليب بعد انتشار قصة الإيميلات المسربة لبشار الأسد، حيث كان اسم لونا الشبل بين أسماء الفتيات المذكورات فيه، ولم يكن قرينها راضيا عن علاقتها مع سلطات النظام. بعد تسرب الإيميلات التي يتبادل فيها الأسد كلاما حميميا، انفصل كليب عن لونا بشكل رسمي. ولونا لديها قصة فريدة تتمثل في صورة انتشرت يظهر فيها بشار الأسد بمظهر مذل أمام نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الذي تعمد إهماله والحديث مع الشبل التي كانت تقف مع مجموعة من المسؤولين الروس، فيما يقف الأسد بعيدا عنهم. وبين هذا وذاك استطاعت الشبل أن تسيطر على أرجاء القصر وتحكم قبضتها جيدا لتصبح أقوى من سيدته الأولى.